كيفاش ممكن لحظة واحدة ضربة جزاء واحدة في آخر دقيقة من نهائي كأس إفريقيا تشعل أزمة دولية؟ مش غير أزمة رياضية، لا، هذه معركة قانونية كبيرة دخلت فيها اتحادات كروية، الفيفا، وحتى واحد من أكبر الأندية في العالم. يلا نفهموا هاي القصة المعقدة. إذن باش نفهموا هذا الشيء مزيان غادي نمشيو خطوة بخطوة. غادي نبداو بالفوضى اللي وقعت في التيران وندوزو نشوفوا القصة ديال البطل اللي تحطمات أحلامه. من بعد غادي ندخلوا للمعركة ديال الاتحادات والورقة اللي لعبها نادي ريال مدريد، وفي الآخر غادي نشوفوا الأهم، شنو كيعني هذا الشيء لمستقبل كرة القدم. أوكي، يلا نرجعوا ديك الليلة في الرباط. تخيلوا معايا المشهد، نهائي كأس إفريقيا، المغرب كيلعب ضد السنغال. الماتش معقد والنتيجة 0-0، وهنا في الخر ديال الوقت بدل الضائع. الأعصاب مشدودة لأقصى درجة. شوفوا، حتى المدرب ديال المغرب وليد الركراكي قالها بصراحة، الصورة كانت مخجلة. وهذا التسلسل الزمني للأحداث اللي غادي نشوفوا دابا كيشرح بالضبط علاش هذه الكلمة كانت في بلاصتها. الأحداث كانت غريبة بزاف بحال شي فيلم. في الأول هدف تلغى السنغال، شوية من بعد ضربة جزاء للمغرب بعد مراجعة طويلة ديال الفار، وهنا فين كل شيء غادي يتقلب. الفريق السنغالي كامل خرج من تيران كارلون بقرار من المدرب ديالو. الماتش توقف تقريبا 17 دقيقة. 17 دقيقة في نهائي قاري، شي حاجة اللي عمرنا شفناها. ودابا وسط هاد الفوضى كلها كاين واحد لاعب اللي كان هو النقطة ديال الضوء في البطولة، ولكن في ديك اللحظة تحول لمركز العاصفة. كنهضروا على نجم المنتخب المغربي إبراهيم دياز. قابل ديك ضربة الجزاء المشؤومة، دياز كان هو البطل ديال البطولة كلها بلا حتى شيء نقاش. كان هو هداف البطولة، وكان هاز على كتاف وأحلام ديال أمة كاملة كانت قد تستنى هذا اللقب من 50 عام. ولكن تخيلوا معايا الضغط بعد ما تسنى ديك 17 دقيقة كلها واللاعبين خارجين وداخلين والعالم كيتفرج، قرر يلعب ضربة الجزاء بطريقة بانينكا، يعني مخاطرة كبيرة بزاف، وللأسف ما صدقاتش. الحارس شدها بسهولة والماتش مشى للأشواط الإضافية فين السنغال ربحت. التأثير النفسي عليه كان قاصح بزاف. هاد الاعتذار اللي كتب كيبين حجم الألم اللي حس بيه من بطل كان قريب يحقق حلم أمه، الواحد كيحس براسه هو السبب في الخسارة. صراحة موقف صعيب. ايوه، هنا في القصة ما سالتش مع الصافرة النهائية، بالعكس يلا بدات في واحد تيران آخر، تيران ديال المكاتب والمحامين. الصراع انتقل من الملعب لحرب قانونية بين الاتحادات الكروية. كل طرف عنده الحجج ديالو. المغرب من جهة كيقول أن داك الانسحاب كان غير قانوني وأثر على اللاعبين، وأن ضربة الجزاء كانت صحيحة. السنغال من جهتها كتدافع على راسها وكتقول أن داك الشيء كان غير احتجاج على التحكيم، وأنهم رجعوا كملوا الماتش، وزادوا عليها أنهم كيتهموا المغرب بالتأثير على الكاف. يعني القضية كبرت بزاف. ولكن المفاجأة الكبيرة في هذه القصة كلها هو أن النزاع ما بقاش غير بين المغرب والسنغال. واحد القوة عالمية اللي ما عندها علاقة بأفريقيا دخلت على الخط وبقوة. نادي ريال مدريد، النادي ديال إبراهيم دياز، قرر يتدخل، ولكن ما تدخلش كطرف رياضي، لا، هو قدم القضية بطريقة مختلفة تماما. بالنسبة ليه هذه مش خسارة ديال الماتش، هذا فشل من المنظمين في واجبهم باش يحميوا اللاعبين. المحامين ديال ريال مدريد استعملوا مصطلح قانوني دقيق وقوي، خطأ جسيم. شنو كيعني هذا؟ كيعني أنهم كيشوفوا أن الكاف بتخليها الماتش يتوقف ديك المدة كلها خلقت بيئة عدوانية للاعب ديالهم. بالنسبة للريال، دياز ماشي غير لاعب، هو أصل أو استثمار ديال ملايين اليوروهات، وهذا الأصل تعرض لضرر بسبب الإهمال التنظيمي. وهذا الجدول كيلخص لينا كل شيء. كل طرف عنده مصلحة مختلفة. ريال مدريد همها هو تحميل الاستثمار ديالها فطالبة بتعويض، الجامعة المغربية همها هو الهيبة الوطنية ونتيجة الماتش، والكاف لقات راسها وسط هذه المعمعة، خاصها تحافظ على نزاهة البطولة وتحقق ربح. فشنو وقع؟ ماتش ديال الكرة تحول القضية ديال إدارة المخاطر عند الشركات الكبرى. إذن السؤال المهم دابا هو شنو غادي يوقع من بعد؟ الحكم اللي غادي يخرج في هذه القضية ممكن يكون ماشي غير على هذا الماتش، ولكن ممكن يرسم ملامح جديدة لمستقبل كرة القدم الدولية كلها. الخبراء القانونيين كيتوقعوا أن السنغال أكيد غادي تعاقب، ممكن تكون غرامات مالية كبيرة، وحتى المدرب ممكن يتوقف، ولكن سحب اللقب منهم احتمال بعيد بزاف، والسبب بسيط، هو أنهم رجعوا للتيران وكملوا الماتش. وفي الاخر هذا الشيء كيخلينا نطرحوا واحد السؤال كبير وكبير بزاف. القصه ماشي غير شكون ربح وشكون خسر او شكون عنده الحق،
القصة الحقيقية هي على ميزان القوة في الكرة الحديثة. فين كتبدا مسؤولية الاتحاد الوطني على اللاعب، وفين كتسالي، وفوقاش كتدخل الهيئات الدولية بحال الكاف والفيفا باش تضمن بيئة عمل آمنة لهاد اللاعبين اللي ولاو استثمارات بالملايين. هاد القضية غادي تجاوب على هاد الأسئلة وغادي تخلق سابقة اللي غادي نعيشوا معها سنين طويلة.